بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ معلش اتأخرت عليكم في الفيديوهات شوية، بس مشغولين بقى في بطولة الزعانف وكان التحضير ليها وكده، والحمد لله البطولة شغالة اليومين دول. خلصنا المرحلة الأولى ودينا شغالين في المرحلة التانية. يمكن النهاردة السبت تاني يوم في المرحلة التانية، مرحلة الكبار من 14 سنة فما فوق لغاية العمومي. فبطولة زحمة وجاية في وقت صعب. الناس كلها كانت بتمتحن والتحضير ليها جاي في وقت ضيق يعني، بس الحمد لله لحقنا نخلص. الحمد لله الدنيا في وقت مرتاح يعني، الحمد لله رب العالمين. طيب موضوع النهاردة عكس موضوع الحلقة اللي فاتت، استكمالا لموضوع الحلقة اللي فاتت ولكن على النقيض ليه. سباح الديستانس، سباح المسافات الطويلة، ينفع يبقى سباح سبرنت؟ ينفع يبقى مسافات قصيرة ولا لا؟ ده في عجالة يعني، ولكن الموضوع بقى نتكلم فيه بالتفصيل. مبدئيا مش أي سباح، مش أي سباح اخفق في سبق يقول لا انا مش سباح كده. يعني مثلا لو سبق سبرنت اخفق فيه يقول لك لا انا اصل سباح ديستانس، لو سبق ديستانس اخفق فيه يقول لك لا انا سباح سبرنت. كل بطوله وليها ظروفها. بمعنى ايه؟ مبدئيا انت لازم تكون منتظم في التدريبات بنسبه تقارب ال100%. يعني لو نسبة فوق ال85 90% على مدار سنتين تلاتة بتنزل سباقات سبرنت وديستانس، ممكن تبتدي تصنف نفسك. ده لو منتظم في برنامج تدريبي مقنن ومظبوط ومتوازن والدنيا فيه ماشية كويس. شفت الشروط عاملة ازاي؟ برنامج تدريبي مقنن ومظبوط ومتوازن، مش اي تمرينة تنزل فيها هوب ترك ترك خلصت طلعت برافو عليك انت كده اتمرنت. لا، لا، برنامج تدريبي مظبوط مقنن، وفي نفس التوقيت احماله مظبوطة مناسبة لسنك مناسبة لسباقاتك، وفي نفس التوقيت لعبة زي السباحة بالزعانف مثلا فيها أدوات وفيها ملابس تكون مثبتها. يعني ما تجيش تلبس أدوات مساعدة أو أدوات أفضل في سبق معين تعمل فيه أحسن تقول أنا سباح السبق ده، السبق ده بتاعي. لا، أنت تثبت أدواتك وتثبت اللبس بتاعك في يعني تثبت المتغيرات اللي حواليك، والعوامل الجسمانية بتاعتك بس هي اللي تتغير. هو ده اللي بنتكلم فيه، بنتكلم في العوامل الجسمانية وعوامل التدريب وعوامل التغذية، كل ده يكون ثابت عشان نشوف انت جسمك ميال لانهي نوع. خلاص كده تمام. طيب انا دلوقتي منتظم لمدة سنتين ولا 3 سنين في التمرين بانتظام، ما بقطعش تمرين غير مثلا فترة امتحانات مثلا بقلل فيها الوحدات شوية بعلم المدرب او المدير الفني بتاعي، والدنيا معايا ماشية مظبوط، مظبط برنامج الفتنس، مظبط برنامج التغذية، مظبط نومي، مظبط اكلي، مظبط صحياني، كل الكلام ده انا مظبطه ماشي. ويجي بعد كده ابص الاقي نفسي في سباقات المسافات الطويله ما بحققش فيها وبحقق في المسافات القصيره، يبقى انا اوريدي بميل للمسافات القصيره اكتر. طيب امتى اقول انا هبقى سباح مسافات قصيره؟ لو انا اوريدي بعوم ديستانس، بعوم ال 800 وال 1500 يعني من ال 400 وانت طالع 400 800 1500. عندك سباقات البحر بقى كيلو 2 كيلو 5 كيلو 10 كيلو 25 كيلو. خد عندك بقى المسافات الطويلة دي كلها، انت بتعوم المسافات دي، هل ينفع تغير تبقى سباح سبرنت؟ ينفع، ولكن بشروط. نمرة واحد، البرنامج التدريبي بتاعك ماشي ازاي؟ هل البرنامج التدريبي بتاعك يفتقر لجزء السبرنت؟ يعني بيعدي عليك اسبوع اسبوعين ما بتعملش وحدات سبرنت 3 او اللي هي مجموعات السرعة القصوى اللي هي مثلا 12 ونص او عشرينات او 25، على الاقل مرة في الاسبوع؟ هل بيحصل لك كده على مدار الموسم ولا فترات وفترات؟ يعني فترة الإعداد العام طبيعي، فترة الإعداد العام اللي هي بداية السيزون بتاعك بتقل جزء السبرنت شوية. ممكن تقعد 10 أيام ولا حاجة أو أسبوعين تلاقي السبرنت بتاعك مرة في الأسبوع، عشان أنت بتركز أكتر على الانديورنس، بتركز أكتر على الدريلز، بتركز أكتر على تصحيح الأخطاء والستايل والتكنيك والكلام ده كله. طيب ماشي، دخلنا في الإعداد الخاص.
طلعنا منه على فتره التدريب العنيف اللي المفروض بقى انت خلاص بقى بتتمرن وحدتين 3 4 في الاسبوع سبرنت. ده لو انت سباح سبرنت. طيب لو انت سباح ديستانس ممكن يبقوا وحدتين 3 بس، مش هيوصلوا ل4 ولا 5. لكن سباح السبرنت بشكل اساسي ممكن بشكل يومي كمان في عنده جزء سبرنت في التمرين. طيب ماشي. انا دلوقتي هل ان انا اللي حاطط لي البرنامج التدريبي بتاعي مهمل تماما جزء السبرنت عندي؟ اذا انا بفتقر للجزئيه دي، يبقى انا غصب عني مش هأدي كويس في السبرنت. ماشي. طيب لو انا البرنامج بتاعي متوازن في السبرنت وفي الديستانس وفي شغل العتبه الفارقه وفي شغل تحمل اللاكتيك وفي شغل الكلام ده كله، يعني برنامج متوازن مخصص لكل السباقات. يعني في برامج بتبقى تمشي مع اي نوع من انواع السباقات، بيدي لك الجزء بتاع الانديورنس ويدي لك الجزء بتاع الميدل ديستانس وبيدي لك الجزء بتاع الديستانس، ولكن مش هيتميز في حاجه فيهم، يعني يعتبر كده حاجه وسط. ماشي. لو انت ماشي ببرنامج زي ده وتلاقي نفسك متميز في حاجه فيهم، اذا انت بتاع الحاجه دي. طيب لو انت البرنامج بتاعك بيفتقر للسبرنت، يبقى انت سباح عندك مشكله في السبرنت. لو زودته شويه ممكن تبقى سباح سبرنت كويس. طب لو انا اوريدي سباح ديستانس وطبيعه برنامجي بتهمل السبرنت شويه، يعني ممكن اعمل السبرنت دوت تمرينه في الاسبوع او تمرينتين بحد اقصى، انا خلاص اتخصصت ان انا سباح ديستانس وقمت 3 4 5 سنين على كده، هل ينفع بعد كده اقوم قالب ابقى سباح سبرنت؟ مليت مثلا، دخلت في كليه صعبه، ما عنديش وقت ان انا اتمرن ديستانس، لان سباحين الديستانس بيتمرنوا مسافات طويله. مسافات طويله بيحتاج نظام تغذيه معين، نظام نوم معين، نظام اكل معين، طبيعه تغذيه مختلفه. يعني طبيعه تغذيه سباح الديستانس بتبقى فيها كربوهيدرات كتير، فيها فاتس كتير، فيها مينرالز كتير قوي لانه بيعرق كتير جدا. فيها، لو اتكلمنا في التغذية يعني بعكس السباح السبرنت بيركز اكتر على البروتين وان هو يعوض الفاقد من عضلاته من الجلايكوجين والكلام ده كله، قصة تانية نبقى نتكلم فيها بعدين. ولكن طبيعة التغذية على النقيض تماما. المهم، خلاصة الكلام، السباح بتاع الديستانس طبيعة تغذيته مختلفة تماما، طبيعة تمرينه مختلفة تماما، ممكن يتمرن 4 5 ساعات في اليوم. فلو دخل مثلا كلية صعبة شوية، كلية عملية مثلا، طب، هندسة، زراعة، تربية رياضية مثلا، أو صيدلة أو علوم، الكليات اللي هي بتسحب الوقت من البني آدم دي، شكرا مش هينفع يكمل في الديستنس بعد كده. فيقوم ايه، يلبس له في الحيطة كده ترم ولا 2 عقبال ما يلاقي نفسه مش قادر، يقول لك طب ايه، طب اتمرن كده في الخفيف خفيف واشوف الدنيا ماشية ازاي، ينزل يلاقي نفسه لابس في الحيطة برده في السباقات. طب ابطل ولا اعمل ايه؟ طب انزل سباقات سبرنت. لما ينزل سباقات سبرنت لو ما خدش برنامج سبرنت مكثف يتناسب مع طبيعه نمطه العضلي، ان هو غالبا اللي نمطه اللي بيعوم ديستانس حاجه من اتنين، يا نمطه نحيف يا نمطه دهني. قليل قوي لما تلاقي سباح ديستانس نمطه عضلي، قليل قوي. فعشان تنقل النقله دي، تبقى تحول من سباح ديستانس لسباح سبرنت، لازم اولا ما تخش على السبرنت مره واحده، ودي بتاعه المدرب بتاعك، لازم هيأهلك ليها تدريجي واحده واحده. الحاجه التانية هتزود عالي، هتعلى جامد قوي بمجموعات السبرنت في التمرين، برضو تدريجي مش مره واحده. وفي نفس التوقيت هتعلى بالشده بتاعتك جامد قوي في تمارين الفتنس، برضو تدريجي مش مره واحده. وفي نفس التوقيت هتغير نظام اكلك ونومك ويومك، برضو تدريجي مش مره واحده. اي حاجه من الحاجات ديت انت بتعمل شيفت، بتنقل مش زرار هتدوس عليه زي الشيفت كده اللي في الكيبورد بتاع الكمبيوتر هينقلك، لا ده انت هتعمل شيفت على مدار مثلا 3 4 5 6 شهور عقبال ما تبتدي تشم نفسك ويبتدي يبان بداية نتائج. طيب حلو قوي، عملت الشيفت تدريجي، الدنيا بدأت تمشي معايا كويس، ارقامي بدأت تتطور، ارقامي بدأت تتحسن، ال50 وال100 عندي بدأوا يتطوروا بشكل ملحوظ، قدرت اطلع باور بشكل كبير. طيب الناحية الفسيولوجية بقى، ده ايه السبب فيه؟ ممكن اتنين يخضعوا لنفس كانوا بيخضعوا لنفس البرنامج التدريبي بتاع الديستانس، طلعوا من الديستانس دخلوا في السبرنت مع بعض، مع نفس المدربين، كانوا هنا راحوا مع نفس المدربين هنا. القصة في ايه؟ انواع الالياف العضلية زي ما كنا اتكلمنا قبل كده.
الليفه العضليه البيضاء هي المسؤوله عن السبرنت، او هي اللي بتبقى مياله ان هي تطلع باور اعلى. بتجهد بسرعه جدا 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 جدا. شفت انا قلت جدا كم مره؟ 4 5 مرات اهو. لان هي مليانه اعصاب، مليانه اعصاب، فبتوصل كميه كهرباء للعضلات دي بسرعه عاليه جدا، بقدره عاليه جدا، تدي باور عالي جدا في وقت قصير جدا، وبتتعب بسرعه جدا. كل ده مع بعضه بتدي زي عامله زي عربيه السباق كده. موتور صغير قوي بيطلع هورس باور عالي قوي، بيحرق بنزين كتير قوي في وقت قصير قوي. غير العربيات مثلا النقل، موتور كبير بيطلع هورس باور كبير عشان يشيل احمال كبيره، ما يطلعكش مسافات صغيره في وقت سريع. ما عندوش تسارع، ما عندوش سرعه قصوى. لا، ده يقدر يشيل لك مثلا الموتور زي موتور العربيه النقل كده او التريلا، يقدر يحملها مثلا 40 50 طن ويسافر بيها من بلد لبلد زي الفل. لكن ما يعرفش يطلع سريع جنب عربيه صغيره. العربيه الصغيره تطلع سريع من هنا لهنا، لكن ما تعرفش تشيل الحموله اللي العربيه النقل شايلها. وهو كذلك، ده الفرق بين سباح الديستنس وسباح السبرنت. ده بيطلع سرعه عاليه جدا في وقت قصير جدا وبيتعب. ده بيطلع سرعه قليله جدا في وقت طويل جدا 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 من غير ما يبان عليه اي نوع من انواع التعب. فالاتنين عكس بعض. هنا الياف حمراء اللي هو بتاع سباح الديستنس، الياف البيضه بتاعت سباح السبرنت. الالياف الحمراء مليانه هيموجلوبين، مليانه كرات دم حمراء، مليانه خلايا عضليه. وفي نفس التوقيت الخلايا العضليه دي محمله بكميات كبيره جدا من الاوعيه الدمويه اللي بتوصل كميات كبيره جدا من الدم عشان تغذي العضلات دي. مع ان هي فيها كميه الاعصاب الحسيه قليله. مش معنى كده ان هي معدومه، لا، فيها اعصاب وفيها كل حاجه، ولكن الاعصاب الناقله للتعب والاعصاب الموصله للاشارات الكهربائيه للعضلات دي قليله. بتوصل كل حاجه زيها زي العضلات التانية ولكن بنسب قليله. عشان كده تلاقيه قادر يعوم مسافات كبيره جدا ولكن برتم بطيء. برتم بطيء. هات سباح ديستنس بطل عالم وهات سباح سبرنت بطل عالم، حطهم جنب بعض في سبق 50، تلاقي ده مثلا عمل 20 وتلاقي ده عمل لك 22 ولا 21. بتاع الديستنس عمل 21 ولا 22. طب ايه يا عم، ده انت بطل عالم وحته بتاع مسافات صغيره كده يسبقك؟ يسبقه. ده تخصصه، ده تخصصه كده، تخصصه كده، هو ده تخصصه. فينفع ينفع، ولكن مع وجود فرق بشرط الانتظام في التدريب، الانتظام في التغذيه، الانتظام في البرنامج التدريبي. يكون البرنامج مقنن وتكون الدنيا ماشيه كويس. مش علشان انا ما اديتش كويس في سبق ولا في بطوله ولا في بطولتين يبقى انقل نفسي من سباقات لسباقات تانية. لا، لازم اشوف الاول انا ميال لايه. اسف على الاطاله. انتظرونا فيديوهات جايه كتير، بس بعد البطوله بقى ان شاء الله باذن الله. البطوله تخلص على خير، نخلص دنيتنا، نشوف الدنيا ماشيه ازاي، نستعد للبطولات اللي وراها، وربنا يوفق الجميع ان شاء الله باذن الله في البطولات اللي شغاله دلوقتي واللي هتشتغل بتاعت السباحه ورانا على طول. وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. السلام عليكم.